السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة هخليها لك سهلة. نجم أول حلقة في السلسلة النهاردة هيبقى ديسكو. لا حول ولا قوة إلا بالله، وماله سمع بس اسمع دي لا الديسكورد ده ابلكيشن، وانا مش عارف هم ليه مسمينه كده، بس يا عم هو ده ابلكيشن بياخد ميكس ما بين زوم ومايكروسوفت تيمز. دلوقتي احنا عرفنا الديسكورد ده عباره عن ايه، عايزين نعرف ازاي نستخدمه. بكل بساطه هنعمل الاتي: تفتح الويب سايت بتاعهم. لما تفتح الويب سايت بتاعهم انت اوريدي ما عندكش اكونت، دي حاجه منطقيه جدا. فحلا هذه المعضله انت بتدوس على ريجستر. بعد كده بتفل الانفورميشن بتاعتك. الانفورميشن زي الاتي: الديسبلاي نيم هو الاسم اللي بيبقى ظاهر للناس كلها، اما باليوزر نيم هو الاسم اللي الناس هتعمل له اد يعني انت تكتبه عشان خاطر الناس تعمل لك اد بيه. وحذاري حذاري حذاري الديت اوف بيرث، لازم دي حاجه تبقى انت كاتبها يا اما حقيقه يا اما حاجه انت مصدقها او حاجه انت عمرك ما هتنساها. ليه؟ لان الاكونت بتاعك لو لا قدر الله اتسرق تعرف ترجعه. عملنا الاكونت وماذا بعد؟ اول لما بتعمل الاكونت اول حاجه بتبان لك هي اليو اي اللي قدامك ده. بالمناسبه انا غيرت اليوزر نيم عشان ما كانش راضي يشتغل. طيب في ستيب واحده صغيره هنروح نعملها، بعد كده نبتدي نشتغل بقى في الديسكورد بجد. بقى ايه الستيب دي؟ انا دلوقتي هنفتح الايميل اللي احنا عملنا بيه ريجستر، وبعد كده نعمل فيريفيكيشن. كده انت عملت اكونت صغير جديد، مبروك عليك يا بيه. طيب دلوقتي الاكونت خلص، بس احنا عايزين نخلي الاكونت شكله جميل، نحط صوره، نحط بايو بتاع. بس هنعمل كده ازاي؟ نفتح الاكونت كده. هاي كل ده ايه كل ده؟ ما تخافش كله هيبقى سهل، وهنغير كل حاجه بسرعه. مبدئيا انا حطيت الصوره دي عشان هي معبره جدا وبتعبر عن قد ايه انا انسان جميل جدا ومحترم جدا. طب احنا دلوقتي خلصنا بروفايل، عايزين نعمل اد للناس عشان خاطر نتكلم معاهم. طب هنعمل اد ازاي؟ هنروح عند البروفايل بتاعنا، هنلاقي اليوزر نيم بتاعنا موجود وفي كوبي، هندوس على كوبي، واول ما ندوس على كوبي نفتح واتساب او نفتح اي حاجه ونبعتها لاصحابنا. ثانيه واحده بس افتح واتساب من على التليفون وابعتها. المهم زي ما انتم شايفين يعني انا بكلم واحد صاحبي، اخويا حبيبي من ايام ابتدائي، الواد ده يعني اخويا اعرفه، فانا بعت له الاكونت بتاعي عشان خاطر يعمل لي اد ونكلم بعض على الديسكورد وكده. بس للاسف طلع ما عندوش اكونت ديسكورد، والموضوع ده طلع اصعب بكتير جدا مما تخيلت يعني. فقمت عامل اكونت جديد وعملت اد لنفسي. بعد ما بنعمل اكسبت احنا المفروض بقى دلوقتي نقدر نتكلم مع الشخص التاني او الشخص اللي عملنا له اكسبت، نقعد بقى نبعت له استيكرات، نبعت له كلام اللي احنا عايزين نبعته عادي. طيب دلوقتي في حاجه في الديسكورد اسمها سيرفرز دي حاجه عامله زي الجروب الموجوده على الفيسبوك. طب السيرفرز دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حاجه بابليك او برايفت، دي بتبقى ما بينك وبين صحابك، بتبعت عليها حاجات او بتخش على رومات وقصص طويله. هشرح لك واحده واحده. دلوقتي احنا هنعمل سيرفر برايفت. بعد ما بنعمل السيرفر بيبقى ده شكل السيرفر الديفولت بتاعنا. فانا دلوقتي عايزين نعمل انفايت للناس عشان خاطر تخش السيرفر بتاعنا. بندوس على الزرار ده، بعد كده يا بنبعت للشخص اللي عملنا له اد يا بناخد كوبي لللينك، ولما بناخد كوبي لللينك بنبعته للناس. طيب الشخص المفروض دلوقتي يخش على السيرفر بتاعنا. طيب على ما نخش خلينا نعرف ازاي نستخدم ديسكورد عموما. دلوقتي احنا عندنا قدامنا تشانلز. حلو. الشانل اللي انا بتكلم فيها دي اللي هي بتبعت فيها التكست بتاعك او تبعت فيها الفايلات اللي انت عايزها، او الشانل دي فويس شانل. فويس شانل دي انت المفروض بتتكلم فيها، هيبقى معظم الوقت المايك بتاعك هيبقى مقفول. في عندك زرارين، زرار المايك وزرار السماعه. السماعه دي ديفن دي معناها ان انت ما بتسمعش اي حاجه بتحصل جوه. تمام، اي حد بيتكلم ما بتسمعهوش خالص. وفي بقى عندك ساوند بوردز بتستخدم فيها صوت، اي صوت انت عايزه. وفي عندك الشير سكرين. الشير سكرين دي اللي هي بتبين لك الشاشه كلها، بتختار فيها الانتاير سكرين وبتبين فيها الشاشه كلها سواء بالصوت او من غير صوت. دي حاجه برضو بتبقى راجعه لك انت. وبس يا معلم، انت كده عارف اساسيات الديسكورد. اللي جاي بقى ده كله بونص لو انت عايز تعرفه. انا مثلا مش عايز تعرفه برضو، دي حاجه راجعه لك. احنا كده خلصنا. طيب قول دلوقتي ان انت اونر في ديسكورد، تمام، وفي شخص انت مستفزك جدا، شخص حرق دمك، شخص خلاص كده هيولع فيه. فانت دلوقتي الشخص ده تقدر تعمل له حاجات كتير جدا. تقدر تعمل له تايم اوت. التايم اوت ده خليه انه ما يتكلمش خالص، ولا يعرف يبعت اي حاجه في الشانل، ولا يعرف انه يخش الشانل دي، ولا يعرف انه يعمل اي حاجه خالص. ده بالنسبه للتايم اوت. طب لو دخل مثلا شانل، انت ممكن بكل بساطه تعمل له ميوت او ديف. سيرفر ميوت او سيرفر ديفن. ده لو هو عمل ايه بالناس مش عارف يفك. الحاجات دي مهمه لو انت اونر. طب لو انت مش اونر مش تقدر تعمل اي حاجه من الحاجات دي. دلوقتي انت عامل سيرفر، في السيرفر بتاعك في حاجه عندك اسمها رولز. الرولز دي زي شعار بيقول لك انت عباره عن ايه في السيرفر. هل انت اونر، هل انت كو اونر، هل انت ممبر عادي، هل انت ستودنت، هل انت تيتشر. الرولات دي مهمه جدا عشان خاطر تحدد مين اللي بيتحكم في السيرفر ومين لا. الاونرز يقدروا يعملوا تشانلز جديده، يقدروا يشيلوا تشانلز، يقدروا يعملوا ميوت، يقدروا يعملوا بان، يقدروا يعملوا اي حاجه. طيب الستودنتس يقدروا مثلا ياكسسوا تشانلز معينه. فدلوقتي هنعمل اول رول لينا. اول رول مثلا نخليه اونر ده هنديله اي لون احنا عايزينه. انت مثلا عايز تدي الاونر لون احمر. البرميشنز بتاعت الاونر انت تديله ايه؟ تديله ادمنستريتور. تمام، انت كده اديت للاونر كل حاجه، يقدر يعمل كل حاجه. والديسبلاي عشان خاطر يبقى باين ان ده الاونر تقدر تعمل له كده، يبقى الاونر كده باين. انت عندك كده الاونر مثلا ايه، تيجي تحط مثلا الرول الاونر موجود اهو. الممبر مثلا، فلنفترض ان انت دلوقتي عايز تعمل ممبر. طب هتعمل ممبر ازاي؟ معامل برده رول جديده، والرول ده انت مثلا تديله لون معين. تدي الممبر ايه؟ تدي الممبر برده ابير. بس الممبر ما تديلوش اي حاجه، ما تغيرش اي حاجه في البرميشنز بتاعته، غير لو انت مثلا مش عايزه يبعت مسجز. لو انت مش عايزه يبعت مسجز تقدر تقفل المسجز بتاعته لو انت عايزه، وهكذا.
فدي حاجه راجع لك انت. عايز البرميشنز العب في البرميشنز، شوف اللي انت عايزه واقرا وتعامل عادي خالص. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للرولات. في حاجه دلوقتي، احنا دلوقتي عملنا رولات صح؟ احنا دلوقتي مثلا عايزين نخلي ناس معينه بس تتكلم في تكست 2 دي. هنعمل كده ازاي؟ هنيجي مثلا هنا هيبقى في هنا الترس، شايف الترس ده؟ هتدوس على الترس بعد كده تخش عند بيرميشنز تخليها برايفت شانل. مين اللي بيشوفها؟ الاونرز. طب تقدر تحط مين تاني؟ تقدر تحط ممبرز. تحط ممبرز مثلا، الممبرز بس يشوفوه. طيب الممبرز بقى، الممبرز تعمل ايه في الرول هنا؟ تقدر تدوس على ادفانسد، ولما تدوس على ادفانسد تيجي بقى عند الممبرز فيو شانل مثلا، مانج شانل، بعتوا رسائل، اد رياكشنز، ايا يكن برضه نفس اللي حصل في الرولز هيحصل هنا. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للبرميشنز بتاعت الشانلز. الحاجه قبل الاخيره، انت لو دخلت سيرفر بابليك، فنفترض مثلا انا دخلت سيرفر هاي بيكسل. السيرفر ده بابليك، انا ماليش فيه اي حاجه، انا ما اقدرش ان انا اعمل فيه اي حاجه. السيرفر ده موجود عند كل الناس وبابليك. السيرفر هنا مثلا حاجه اسمها رولز. الرولز دي مثلا بيقول لك انت اختار اي رول من الرولات دي وتقدر تبقى عندك يعني. فانا مثلا اخترت رول داتا ساينس، فانا دلوقتي اتفتح لي حاجات الداتا ساينس. واخترت رول مثلا ترم خامس، فانا اتفتح لي برده حاجه ترم خامس. في حاجه اخير في السيرفرات البابليك او السيرفرات اللي فيها ناس كتيره، انت هتلاقي ناس كتيره جدا بتبع. فحل الموضوع ده انت بتدوس كليك يمين تعمل ميوت شانل. انت كده مين بعد بالذي برده مش هيبقى فيه ازعاج. انت مفيش حد هيزعجك، مفيش حد هيكلمك، او النوتيفيكيشنز مش هتوصل لك. نفس الكلام برضو للشخص، لو الشخص بيقعد يسبامك انت ممكن تدوس هنا وبتدوس برضو ايه ميوت. تمام وبس يا معلم، انت كده عرفت ازاي تعمل ميوت، ازاي تاخد الرولات، ازاي تعمل كل حاجه. ودي كده ايه ملخص كل حاجه في الديسكورد. واتمنى اكون افدتك بالفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم بعدين.